العراب جوروس والبصمة التكتيكية الأولى له منذ توليه نادي الزمالك سر فوزه على نادي حرس الحدود بشق الأنفس. 3 ضربات جزاء في المباراة، ضربتين لحرس الحدود وضربة للزمالك. هنتكلم بالتفصيل عن إيه اللي حصل في الماتش. والنادي الأهلي إمام عاشور يرد على كل منتقديه بعد موضوع البالونة البيضاء ويثبت للجميع أنه داخل الملعب من أفضل لاعبي مصر حتى الآن، وهو مفتاح اللعب الأوحد للنادي الأهلي وفي صدارة ترتيب الدوري المصري. حلقة جديدة يا جماعة من محليات ايجيبشن ليج الدوري المصري. تابعونا في كل مكان. لو وصلك الفيديو خش اعمل سبسكرايب للقناه وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد اول باول، واعمل اللايك الجميل واللازم منه. اهلا بكم في ادهم في الملاعب. يلا بينا نبدأ. طب العراب جوروس جدو جوروس نادي مديرا فنيا لنادي الزمالك، البصمة الأولى له تظهر في ماتش حرس الحدود 3-2. ماتش فيه تفاصيل كتير جدا جدا تكتيكيا عن نادي الزمالك. نادي الزمالك أداؤه يا جماعة النهاردة احنا شفنا مدرسة الفن والهندسة، مدرسة الزمالك، اللعب الجميل من لمسة واحدة، التحولات، المهارات، الكعوب، اللم، المرقصة، الكلام ده بقالنا كتير جدا ما بنشوفوش في نادي الزمالك. لا النهارده واضح ان في بصمه تكتيكيه، والسر في البصمه التكتيكيه دي هو اللامركزيه. اللامركزيه بمعنى، حد يقول لي يعني ايه لا مركزيه يا عم ادهم؟ بيتعقد لنا الموضوع ليه يا عم؟ ما ايه لا مركزيه؟ ما تكلمنا بطريقه ايه نفهمها. اللامركزيه حسام اشرف مهاجم نادي الزمالك بيبدل مراكز مع زيزو وشلبي. يعني مره تلاقيه راح جناح يمين وزيزو دخل في العمق بقى مهاجم، مره تلاقيه راح جناح شمال وشلبي دخل في العمق. شلبي لاول مره يا جماعه يسيب الخط ويخش جوه الملعب. يعني دي بصمات مديرا فنيا. الكلام ده ما كناش بنشوفه. شلبي كان على طول ماسك الخط ما بيخشش جوه الملعب. لا حسام اشرف يروح جناح شمال يخش شلبي مكانه، يروح جناح يمين زيزو يخش مكانه، لو نزل تحت عبد الله السعيد يطلع مكانه مهاجم مكانه. محمد شحاته يا جماعه، وافتكروا كلامي، لو تناه بنفس الاستمراريه اللي بنشوفها النهارده في الماتش ده، محمد شحاته هيروح منتخب مصر. حسام حسن وابراهيم حسن كانوا قاعدين النهارده كباتن منتخب مصر، مش بعيد جدا ياخدوا محمد شحاته المعسكر اللي جاي لو تناه بنفس المستوى والاستمراريه اللي هو ماشي عليها. لو ماشي بالاستمراريه دي محمد شحاته هيبقى من افضل خط نص انجبته منتخب مصر. الجماهير الزمالك اللي زعلت على امام عاشور مفيش بديل، لا يا جماعه انا بقول لكم في محمد شحاته. الراجل ده باللي عمله النهارده يا نهار ابيض، كان عايز وقت. يا نهار ابيض ويا ليله بيضه يا جماعه، يا ليله بيضه. اللمسات دي بقالنا كتير جدا ما بنشوفها. محمد شحاته في الجون الاول هو السبب، هو اللي عمل تشيب ولا اروع، كانها لمسه كده بالمثلث والال 1 سيرولوب كده على الخفيف كده لعمر جابر. عمر جابر اللي هنقف عنده يا جماعه. الاسيست ده اسيست خبره، نتيجه خبرات، اسيست كده ايه زي ما بيقولوا بالحس الكروي عملها. يعني اسيست بصدره يا جماعه، بصدره على طول كده، استلامه هوب لزيزو جون، يرجع ويعدي على رقم حماده امام ويبقى من الهداف السادس التاريخي لنادي الزمالك. وبعديها في الجون الثاني يجي ضربة جزاء لنادي الزمالك، تمام، زيزو يخش برضه ويسجل. الجون الثالث يا جماعة اللي مصطفى شلبي جابه، يعني برضه محمد شحاتة. اولا الجون ده نقف عنده كتير، لان اللي بدأ الجون ده هو مصطفى شلبي. دخل العمق ادى الكوره هوب لعبد الله السعيد وراح متحرك جوه على العمق، وعبد الله السعيد لمحمد شحاته من لمسه واحده اللي هو 1 2 3 على طول ما بينه وما بين عبد الله السعيد ومحمد شحاته، هوب على طول جوه تاني نفس الجون الاول من لمسه واحده بيلق على طول جوه الجون. ولا اروع ولا اجمل. على الجانب الاخر نادي حرس الحدود لما جاب الجون الاول جاب جون طبعا ضربه جزاء لمسه يد من فتوح صحيحه 100%، ولكن ضربه الجزاء الثانيه اللي ولعت اللقاء وكان بيطرد فيها حمزه المسلوسي ويرجع حكم المباراه في الطرد ويديله انذار ويحسبها ضربه جزاء، من ركله جزاء صحيحه لنادي الزمالك في نفس اللعبه وفي نفس الهجمه لركله جزاء محتسبه لنادي حرس الحدود. ما اعرفش، مش قضيتي اللي انا اتكلم عن الحكام والكلام ده، بس انا بقول نبذه او بقول الحقيقه اللي كل الناس هتشوفها او كل الناس شافتها يعني.
ده بالنسبه لنادي الزمالك في تطور كبير جدا. النهارده شفنا اداء فني، قوه بدنيه، قوه بدنيه. ودي بقى ملاحظتي النهارده يا جماعه، لعيبه الزمالك البدن عندهم من ساعه السوبر الافريقي مفيش بدني، بيلعبوا يعني لما بيكونوا تحت ضغوطات وبتاع يلعبوا بالروح ويجروا ويجيبوا على اخرهم ويتصابوا. لا النهارده المدرب البدني اللي جه الجديد، لا واضح اللعيبه بره في الاحتياطي بيتسخن طول الماتش، هتنزل مش هتنزل انت بتسخن، في لياقه، في العيال بتجري بتقاتل. شفنا تحركات في الملعب، العيال ما بتقفش، كله بيجري، كله عنده في قوه بدنيه الا سيف الجزيري. كنت بقول احسن تسعه في مصر، احترامي انا برجع في كلام يا جماعه، سيف الجزيري حاليا اوسخ تسعه في مصر، كان يمشي ويتكل على الله احسن. ده بالنسبة لنادي الزمالك. سباق الدوري يشتعل، بيراميدز ونادي الزمالك بنفس عدد النقاط، والأهلي يتفوق عليهم بنقطة في الصدارة. الدوري يشتعل، انتظار الجولة اللي بعد الجاية اللي هتبقى الأهلي وبيراميدز، وبعديها على طول الزمالك وبيراميدز. الماتشين دول ورا بعض كده هم اللي هنشوف منهم ايه الدنيا ماشية ازاي، مين رايح مين جاي مين نازل، الكلام ده كله هنشوفه. على الجانب بقى الثاني النادي الاهلي وامام عاشور يثبت للجميع يا جماعه انه هو الافضل حاليا في مصر في ارضيه الملعب. هنتكلم في الملعب في التكتيك، امام عاشور ماتش الجونه مفيش لاعب من الجونه ما لموش. امام عاشور بنشوفه اون فاير في البيك بتاعه، خلاص بعد موضوع البالونه والجدل وكلنا قلنا ده هيقع، وانا اول واحد قلت كده. لا الراجل سابه من الكلام ده كله ورد في الملعب وركز في الملعب. شفنا امام اللي احنا نعرفه، شفنا امام اللي في منتخب مصر احنا عايزينه، شفنا امام في اخر 7 مباريات هو مساهم ب8 اهداف للنادي الاهلي. انت بتتكلم هو اللي شايل الفريق كله رغم كل الانتقادات واللي وجهنا له لامام، لا هو اللي شايل الفريق دلوقتي يا جماعه. في ظل غياب وسام ابو علي كهربا مش قادر يمشي، بطل كرة كهربا واتكل على الله، شوف لك محول كهربي شوف السلوك بتاعته واظبط حالك، كرة خلاص يا ابن الحلال اتكل على الله. انما امام عاشور لا، امام عاشور فعلا هو سطور النادي الاهلي، الديزل النادي الاهلي، حق جماهير النادي الاهلي تدافع عنه وتحبه. امام عاشور بيخلي اي حد انتقده يعتذر له داخل الملعب، وخليك كده امام وكمل، كلنا عايزينك في المنتخب، كلنا عايزين مصر في الكوره يجي لها الاحسن والافضل، يا ريت تتنيك كده على طول وتستمر وتجيب احسن ما عندك. واحنا بنشوفك دلوقتي بافضل نسخه ليك على الاطلاق، يعني من رايي ومن وجهه نظري ومن اللي بشوفه في الملعب، من تكتيكات، من تحركات، من قوه بدنيه، بسم الله ما شاء الله. يعني الجون الاول هو اللي يعني هو السبب، وهو اللي عافر، وهو اللي ضغط اداها له. اي واحد تاني ممكن بره الجون يتفزلك في الدقيقه، لا على طول من لمسه واحده خلص يا باشا ار2 في البعيده، احلى جون ولا اروع. تيجي للجون عمل برضو الاسيست، كان لعمر الساعي بيتهيألي، كان لعمر الساعي اللي هو الانفراد اللي ضاع، هو اللي عمل الاسيست خلاه يروح انفراد. الجون التاني اللي جابه هو اللي بدأ الهجمة، دخل من على الخط يا جماعة، لم من وسط الاتنين وعدى التالت ورجع الكرة جت لكريم الدب، هوب ودي يا معلم سرو ولا أروع من لمسة واحدة. إمام عاشور يعطي النادي الأهلي ويأخذه ويطير به إلى صدارة الإيجيبشن ليج الدوري المصري. ودي كانت حلقة جديدة من محليات الدوري المصري عن الاهلي والزمالك وبيراميدز كمان، ولا اروع ثلاثيه على غزل المحله ويشعل السباق على منافسه الدوري المصري السنه دي. غير يا جماعه الايجيبشن ليج غير يا جماعه، وهنشوف اللي جاي هيبقى عامل ازاي. ختاما كان معكم ادهم شاهين، السلام عليكم.